فيلم 7 دوجز يستاهل الضجة ولا اوفر ريتد؟ الفيلم بيحكي عن منظمة إجرامية مكونة من 7 أفراد واسمهم 7 دوجز، واللي منهم غالي، والمنظمة دي بتروج لمخدر اسمه ليدي بينك. وعلى الناحية التانية الانتربول بيطارد أعضاء المنظمة دي، وبعد القبض على غالي هيعملوا معاه ديل عشان يوصلهم لأعضاء المنظمة، والضابط المسؤول عن المهمة هو خالد. فيا ترى هيعملوها ازاي؟ اسم الفيلم 7 دوجز مبني على لوحة الكلب فيها بيساعد صاحبه وبيديله ايس من تحت الترابيزة عشان يخدع باقي اللي موجودين ويكسبوا، وده نفس اللي بيحصل في فيلمنا. ونجوم كبار موجودين في الفيلم زي مونيكا بولوتشي وجيان كارلو اسبوسيتو وماكس هوانج وسلمان خان، بجانب البطلين الاكثر شعبية في الوطن العربي كريم عبد العزيز واحمد عز. الفيلم كمان فيه تنوع كبير في الاكشن اللي هياخدنا من الصين للهند لامريكا للسعودية، وده هيخلق لنا سيكونسز كتيرة من الاكشن طول ما احنا بنتفرج. وكمان الفيلم فيه اكبر انفجار في تاريخ السينما واللي دخل موسوعة جينيس. والاكشن الكتير ده هيعوضنا عن ضعف الكتابة وان مفيش عمق في شخصيات الفيلم، فالفيلم بيعمل اكشن فور اكشن زي افلام جيسون ستيثم كده. وطبعا الفيلم من انتاج هيئة الترفيه السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ، ومتصور كله في استوديوهات الحصن في السعودية. والفيلم بيعرض حاليا في السينمات، ولو عايز تشوف تقييمي للفيلم هتلاقي الفيديو عندي على القناة. وبكده تكون عرفت